غالبا انت قابلت براند زن في منتجات كتير مؤخرا، بس انا معايا ديسبوزبل من البراند ده في حاجه مختلفه شويه. الديسبوزبل ده بريميوم شويه في كذا نقطه كده، منهم التصميم والخامات اللي مصنع منها، واللي هي غالبا مش تفرق معاك قوي في ديسبوزبل انا عارف، بس يعني تدي نوع من الفخامه كده وانت بتستخدمه. خلينا في المهم بقى، في فليفرز منه كتير فشخ، هتلاقي ذوقك كده كده بيقعد اب تو 20000 باف، بيتشحن تايب سي ومفيش تحكم في الاير فلو او الهواء اللي داخل، لكن الستاندرد بتاعه بالنسبه لذوق الشخصي بيرفكت بصراحه، مش ضيق قوي مكتوم زياده ولا واسع قوي بعيد عن نفس السيجاره العاديه، مع فليفر او طعم مميز بصراحه وثابت الى حد كبير جدا لحد ما يخلص خالص. والايس فيه مظبوط جدا، ولا هو سوبر كول ولا هو قليل قوي، مظبوط. يعني ايه المميز؟ البطاريه بتاعه كتير مثلا؟ لا عادي يعني زي اغلب الديسبوزبل 600 ملي امبير. طب هو بيقعد قوي كبفات معمر زياده مثلا؟ لا العادي شبه اغلب الديسبوزبلز يعني. امال يا ابني انت بتصوره ليه؟ لان اثناء التجربه انا لقيت له حاجه مختلفه. الجهاز ده مناسب جدا لاي حد عايز يبطل تدخين كده كده، لكنه مناسب جدا برضه لاي حد عايز يبطل فيب. الجهاز 20 نيكوتين بطعم ثابت جدا ومميز، لكنه مش جهاز عنيف، على وات هادي جدا، هو رايق. الطعم بيبقى هادي فمش بيجزع بالنسبه للمدخن فما بيزهقش منه. وانت كخطوه اقلاع عن الفيب، ايوه انت ممكن تنزعج في الاول بسبب ال 20 نيكوتين لو انت جاي من حته عاليه شويه زي 50 نيكوتين، لكنه هيرضيك مع الوقت. بس هتيجي على نفسك شويه، هيبعدك شويه عن اغلب الاجهزه اللي بدوز نيكوتين عاليه وتبخير عنيف، وهتلاقيك اتعودت على الاداء الهادي والفليفر الرايق ده مع الوقت، غير انك مش هتعطل انك تلاقيه، لانك ممكن تطلبه من على طلبات او فو، والويب سايت بتاعهم بيشرح لك كل فليفر بالنسبه لنسبه السكر والايس، فانت بتختار على مزاجك اللي يبقى مناسب ليك اكتر. معلومه ليك مهمه، معاك 14 يوم من تاريخ شراء الجهاز، لو في اي مشكله بتبدله عادي، ولو اتعودت عليه فتره فمبروك، انت قطعت شوط طويل جدا خطوه الاقلاع تماما. ايوه طب انا لسه بستخدمه برضه مدمن عليه حتى لو هو 20 نيكوتين واداؤه هادي. ما انا قلت لك ان دي الخطوه الاولى بس، الموضوع لسه ليه تكمله. وبرضه مع براند زن هقول لك ازاي ان انت توصل لخطوه الاقلاع تماما مع الوقت، بس دي محتاجه فيديو لوحده هتشوفه قريب. سلام.